اجي علاش الخط ديال الاطباء صعيب علينا حنا الناس العاديين اننا نفهموه من غير الا كنتي صيدلاني اولا كتقرا الطب؟ واش هاد الشيء شي لغه سريه ما بين الناس اللي في المجال الطبي اولا شنو القضيه؟ اولا خصنا نعرفوا بلي الاطباء كيكونوا مشغولين النهار كامل، وهذا الشيء معروف بسبب الاكتظاظ اللي في المستشفيات والعيادات ديالنا، وخاصهم يكشفوا على بزاف ديال الناس اللي مرض باسرع وقت. اذا كيخصهم يكتبوا بزاف ديال الاوردونونس، وهذا الشيء اللي كيسبب الاجهاد على اليدين ديال الاطباء. ثانيا الاطباء كيكتبوا بواحد اللغه تقنيه بزاف، وكيستعملوا مصطلحات اللي غيكون صعيب على اللي ما دايز في الدومين انه يفهمها. ولكن ماشي جميع الصيادله كيفهموا بالضبط اشنو اللي مكتوب، وهذا الشيء كينتج عليه اخطاء اللي تقدر تكون قاتله في بعض الحالات لا قدر الله. هذا الشيء علاش خرج في الجريده الرسميه في الماده 39 من المرسوم 225 21 جوج الصادر 17 يونيو 2021 المتعلق بمدونه اخلاقيه مهنه الطب. مرسوم يلزم الاطباء كتابه وصفات الادويه بخط واضح وسهل القراءه بالنسبه لعموم المواطنين وليس فقط للمهنيين في الميدان الطبي. وفي الاخير ما خصناش ننساو بلي الاطباء ديالنا راه بشر، وبلي الاخطاء راه وارده، ولكن كيخصنا حتى حنا اننا نكونوا واعيين ونسولوا الاطباء ديالنا على جميع المعلومات اللي متعلقه بالصحه ديالنا ونوع الادويه اللي كيوصفوا لينا. دابا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. الا عندكم شي سؤال بغيتونا نجاوبوا عليه كتبوه في التعليقات، وما تنساوش تشاركوا القناه وتضغطوا على زر الاعجاب. تهلاو.